السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه؟ هنخزن ايه؟ ترى هنخزن ايه اللي وقت التخزين دلوقتي؟ هنخزن ورق العنب. تعالوا بقى نخزن مع بعض ورق العنب. بصوا جوزي جاب لي كميه كده من ورق العنب، تعالوا نخزنهم مع بعض. هنخزنه ازاي؟ ماشي، هقول لكم نخزنه ازاي. انا هجيب ميه كده احطها تغلي، وهحط في الميه دي كده شويه من الكمون، شويه كمون كده. هحط فيها شويه كمون اهي كده، حطيت على الميه شويه من الكمون، وهحط شويه من السكر. معلقه كده من السكر. خلاص كل بقى اللي هعمله ميه كده غلت اهي. هجيب ورق العنب كده اهو، احطه اهو كمية ورق. كمية الورق اهي كده، بس عايزينها تاخد يدوبك كده تغيير لون. خلاص مش بتاخد حاجة، حطها كده في المية. شايفين كده اهو. جايبه معايا كده مصفى كده على طول كده. بعد ما اديها التقليبه دي كده اهو، اروح عليها شكل لازم مصفى كده. مش بستنى عليه. هاجي عند الميه كده وهفتح عليهم الميه، هتفتح الميه كده مباشره عليه عشان تبرده كويس، ما تخليش فيه اي سخونيه. واول ما ينشف تروحي جايه صبي. خلاص كده. بعد بقى مثلا انا كل الكميه هنبدا بقى نشوف هنعمله ازاي. هجيب كده الورق، هبدا اقطع منه بقى العود ده كده، اللي هو العنقود ده كده، وهبدا افرده كده. هنفرده بقى عشان احنا عايزين نشيله ما يبقاش فيه ميه. يعني لو انتم متابعيني كده عارفيني لما كنت بخزن الكرنب برضو، لما كنت بقطعه لازم لما تخزنيه ما يبقاش فيه ميه، لان الميه بتخليه يطيب زياده، دي بتخلي ينهرى منك الورق. فاحنا كده هنحط الورق فوق بعضه، وبعد كده هنلفه. انا قبل كده جربت الصراحة طريقة ان انا اشيل ورق العنب من غير ما اغسله خالص. كانت حلوة قوي، بس ليها عيوب بقى. عيوبها الاولاني ان انا طبعا ببقى قلقانة ان هي حاجة مش نظيفة، انا شايلاها مش نظيفة، فببقى قلقانة وموسوسة ان انا يعني بستخدمها وهي مش نظيفة، وبعد كده اجي اغسلها ساعة الاستخدام، فببقى حاسة ان انا متضررة من دي. الحاجة التانية بقى هي ان هو بينشف، يعني لو سبتيه في الفريزر هتلاقيه بينشف. الحاجة التالتة ان انتي لو حطيتي حاجة فوقيه فبيتكسر. فالصراحة ده اللي خلاني اجرب اعمل بطريقة ان انا اطيبه، لاني الاول كنت بطيبه كنت ساعات الاقي الورق يتقطع، فقلت بقى انا هعمل الطريقة دي زي ما بعمل الكرنب كده، ان انا اول ما اعمله مديله يعني يا دوبك كده بحطه في المية ياخد مش حاجة، بحطه يعني يعتبر بتغسل كده في المية، وبطلعه. اول ما بطلعه بروح غسلاه بميه ساقعه زي ما شفتوا كده، عشان اوقف اللي هو يطيب ما يطيبش زياده. طبعا غير ان هو لما بيخش في الفريزر بيطيب زياده. انا عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي حلوه قوي، انا جربتها وبقول لكم ان انا يعني انا بقول لكم انا جربت اللي هي بطريقه من غير ما تسلقيه، حلوه جدا وكل حاجه. بس انا حكايه ان هي الواحد يقول انت شايلاه من غير نظافه كده، فالواحد بيبقى قلقان لان طبعا بيبقى فيه تراب وكده. والحاجه التانية طبعا ان انت لو حطيتي حاجه فوقيه هو بيتكسر. فانا حبيت اقول لكم الطريقتين. انا بصوا بعد ما افرد الورق يا اما بلفه كده، يا اما بحطه كده عشان لو كميه كبيره بحطه كده على حاجه ينشف، واروح لفاه زي ما انتم شايفين كده، بترفيه رول كده. تاكدي ان هو مش بينزل اي ميه ولا حاجه، ما تشيلوهوش غير وهو مفيهوش اي ميه خالص. ببدا اكون ملفاه. لما تلفيه اللفه دي مش بنلفه لفه جامده، عادي لفه يعني
عادي مش جامده يعني، بس يبقى مرخيه شويه. وببدا احطه كده بحيث ان انا لما ياخد مثلا بعمل مجموعه اتنين حبيت احشي مش هبوظ كل الكميه، مش محتاجه ان الورق كله يفك. ممكن اخد لفتين تلاتة اربعة حسب ما انا عايزه اعمل. طبعا انا عامله الكيس على قد مثلا حله صغيره. طب مثلا حبيت ازود كمان كيس مش عارفه ايه، ممكن اخد منه كميه، يبقى سهل ان انتي تاخدي بكل سهوله. بجد الطريقه دي هتريحك جدا وحلوه قوي في العمايل. يعني انتي مثلا المحشي ده من الحاجات المتعبه بالنسبه لنا، لما تطلعي الكيس كده يا دوبك بس على اللف، لو انتي كمان شايله التسبيكه يبقى مريحه دماغك خالص من عمايل المحشي. هي حاجه سهله مش هياخد معاكي وقت، يا دوبك ايه على اللف. حتى العنقود احنا شايلينه يعني مش هياخد خالص معاكي وقت في عمايله، وهتبقي ريحتي نفسك. انت هتتعبي يوم وهتريحي نفسك بقيه ايه الايام. بجد الطريقه دي جربوها وقولوا رايكم في التعليقات. انا حبيت اقول لكم تجربتي في تخزين ورق العنب، ان هو اخزنه زي ما هو من غير ما تسلقيه، حلوه وكل حاجه. بس طبعا من عيبها ان الواحد بيقلق قلنا من التراب. والحاجه التانية ان لو حطيتي حاجه فوقيه بتلاقيه بيتكسر. اتمنى بقى تقولي رايكم في التعليقات، واتمنى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم بقى يلا مع السلامه. بصوا انا عايزه بس اقول لكم ان انت لما تشيليه في الفريزر بالطريقه دي مش هياخد معاكي مكان خالص، كمان لان احنا مطلع منه الهواء، كمان احنا مفردينه كده مفروض فما بياخدش مكان. تقدري تخزني كميات كويسه. واقول لكم بقى السلام عليكم.